مساء الفل. ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا. هنكمل بقى. الام النرجسية مع بنتها بعد ما بنتها عدت مرحلة المراهقة. لو انتي دلوقتي بتسمعيني ومامتك نرجسية ووصلتي لبعد مرحلة المراهقة، فانا عايزة اقولك حاجة. يعني لو انتي لسه متواجدة على وش الارض وبتحاولي تعيشي حياة تكاد تكون طبيعية، سواء بتشتغلي، سواء قاعدة في البيت، سواء اتجوزتي، سواء خلفتي او ما اتجوزتيش، او اتجوزتي وما خلفتيش. ايا كان، لو انتي بتحاولي تعيشي حياة طبيعية زي اللي انتي نفسك تعيشيها، او زي ما انتي متخيلة الناس عايشة، احب اهنيكي جدا جدا جدا. اوعي تفتكري ان دي حاجة سهلة، واوعي تفتكري ان اللي انتي وصلتيله ده وصلتيله بسهولة. بنات النرجسيات عشان يوصلوا لأي حاجة بيتعبوا جدا جدا جدا، بيبقوا كأنهم بيزقوا في جبل. والجبل ده مش بيبقى بس حاجات خارجية أو صعوبات براهم، يعني اللي هي ليها علاقة بالسعي اللي كل الناس في هذه الدنيا لازم بيعانوا منها، اللي هي عشان اشتغل لازم ادور على شغل، عشان ادرس لازم اذاكر كويس، عشان آه، ابقى عندي عيلة لازم ابقى بتشقلب. ايا كان السعي الخارجي اللي عشان اظبط بيه الظروف الخارجية، ده كوم. وده الكوم ده على كل البني ادمين اللي عايشين على وش الارض. ما فيش حد ما بيسعاش بطريقة او باخرى. ما تتخموش في الناس اللي على السوشيال ميديا ان بيبينوا ان نجاحهم جه بين يوم وليلة، او في لحظة لقوا عندهم ملايين الفلوس. ده مش حقيقي خالص. كل حد وصل لحاجة تعب عشانها وعمل علشانها، سعى بطريقة او باخرى. طيب ايه الفرق بقى بيننا بنات النرجسيات وبين الناس اللي بتسعى، البشر الطبيعيين اللي بيسعوا؟ الفرق ان احنا السعي بيبقى من بره ومن جوه. جوانا جبال من المقاومة لأي نجاح، بسبب اللي احنا سمعناه منها وبسبب اللي وصلنا له من تحت. احساس ان احنا عندنا شخص المفروض يبقى اقرب حد لينا، بس بالعكس هو اكتر حد بيحاول يهدمنا ويهدنا. فبكرر يعني تهنئتي وبقول لكم انا حاسه بيكم جدا، وحاسه بكل معاناه حاصله لكم. حاسه بكل تقل في جسمكم او في نفسيتكم، او حتى لما نفسكم تفرحوا وتيجوا تفرحوا تلاقوا صوت بيقول لكم ما تفرحوش، انتوا ما تستاهلوش النجاح ده، او النجاح ده مش بسببكم، ده بسبب حد تاني. وطبعا بتبقى هي الام نفسها، لان هي برضو من الحاجات اللي بتحاول توصلها، او وللاسف بتنجح، ان هي السبب في كل حاجة حلوة حصلت لبنتها. اي حاجة حلوة حصلت لبنتها هي السبب فيها. بنتها متفوقة هي السبب. تقولي لي ازاي؟ عشان هي دخلتها واختارت لها جامعة او مدرسة او ايا كان، او مدرسين او اي زفت، او ان شاء الله اشترت لها القلم ده هو السبب في نجاحها، مش مذاكرتها ولا تعبها ولا حاجة. اتجوزت واحد كويس وبيسعدها، ده بسبب ان هي مامتها زي الفل معاه، وان هي مش حما ولا حاجة، وان هي حمل وديع، وان هي لو كانت مش كويسة معاه كان هو بقى وحش معاه. اشتغلت شغلانة حلوة، ما هو ده بسبب دعواتي، او بسبب ان انا ولدتك في مستشفى في مصر الجديدة مثلا. اي بصي، هي هتبقى في اختراع، بس في الاخر الدنيا هتتلف وترجع لان هي الفوكس، وان هي سبب النجاح. ولادك كويسين بسببها طبعا، بس ده خرابي.
الا الولاد دول والاحفاد يا نهار ابيض، دول واخدين جيناتها وهي اتجوزت لهم جد كويس وهي اللي بتربيهم، وهي اصلا انت مالكيش اي 30 لازمه. ف... فدايما الدنيا بتلف وترجع لها هي. آه... وللاسف من كتر ما احنا بنبقى متبرمجين على ده واحنا صغيرين، حتى لما بنكبر وبنعدي مرحله المراهقه بنفتكر ان ده حقيقي، او بنشك حتى ان ده حقيقي، او بنزهق من كتر المقاومة، او من كتر ما احنا بنثبت نفسنا فبنستسلم ان ده حقيقي. ده مش حقيقي. اي حاجة وصلت لها انتي وصلت لها بمجهودك. اي رضا من ربنا انتي وصلتي له بسبب ان ربنا راضي عليكي، مش بسبب ان هي دعت ولا ما دعتش. كفاية بقى تأليه لصورة الام ان هي اللي في ايديها حنفية النجاح والفشل. ما فيهاش حنفية حاجة. الأم اللي بتدعي لولادها وبتبقى صادقة ومش نرجسية، وبتبقى صادقة وبتدعي لولادها وربنا بيكرمها في ولادها، هي كمان بتستفيد على فكرة. يعني أكتر حد بيستفيد إن ولاده يبقوا كويسين وناجحين الأم الطبيعية. فالمفروض إن الواحد لما ولاده ينجحوا بدعواته بقى أو من غير دعواته يفرح ويتبسط، وبالعكس الرضا ده ينعكس على الشخص نفسه. يعني انا لو ولادي كويسين يبقى انا ربنا راضي عني ان انا شايفهم كويسين، ولا هو بس الرضا ده مكتوب على العيال يقعدوا يعني يلحسوا الارض علشان يشكرونا ان احنا دعينا لهم دعوتين؟ ما ندعي ولا ما ندعيش، هو في الاخر ربنا كاتب حاجات، وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني كل انسان سعيه مفرد، هنتحاسب مفرد، هنتحاسب لوحدنا، مش هنتحاسب احنا واهالينا. لو كان نجاح البني ادم متوقف على يعني انا عارفه ان انا بتكلم في حته يعني عكس كل الدنيا ما بتتكلم، بس معلش يا جماعه، بس بالمنطق كده، بالمنطق كده. طبعا لو انا امي كويسه وام صالحه وام فعلا آه ما سببت لي، على الاقل مش هنقول اضافت لي ولا افادتني، ما سببت ليش عقد نفسيه وكلاكيع اقعد احل فيها طول حياتي. في ستات ليس لهم من الامر شيء، هي ست كده ام في نفسها، لا معاها فلوس ولا متعلمه ولا بتشتغل، هي بقى قاعده كده ايه، مجرد مصدر حنان وحنيه ومصدر تشجيع، دي نحطها على راسنا من فوق ونقول لها شكرا لدعواتك والله يكرمك ويسترك، احنا تحت الامر. انما الست اللي حاطه نفسها في مركز الكون ان هي السبب في كل الحاجات الحلوه اللي بتحصل، دي مش ام ولا زفت، دي واحده عنجهيه ومغروره، فاكره نفسها ان هي يعني ايه، ان هي لو مش موجوده ربنا مش هينزل رزقه علينا. يعني يا سلام، يا سلام. طب والناس اللي امهاتهم اتوفت ازاي عايشين وربنا رزقهم؟ يعني ما بطلوا يدعوا خلاص على فكره. فخلينا بس يعني في الموضوع ده يعني نبقى بالراحه كده، بالراحه علينا كده، في حته ايه بقى، من غير امكم، من غير دعوات امكم، من غير رضا امكم انتوا هتبقوا ولا حاجه. لا شكرا، الحته دي بينا وبين ربنا بقى محدش يتدخل فيها. اللي مامته كويسه وتمام وزي الفل معاه، اهلا وسهلا، يحطها على دماغه ويبوس رجليها واحنا فرحانين له. بس احنا ظروفنا مختلفه، فمحدش ينظر ولا يعلي علينا. بس من الاخر يعني مش الموضوع ده، بس ايه، كان محشور في زوري شويه. فتاني اي نجاح وصلتي له انتي تستحقيه. ولادك كويسين يعني انتي ام كويسه وبتحاولي تربيهم على قد ما تقدري بطريقه غير اللي اتربيتي بيها. طب لو انتي حاولتي على قد ما تقدري وهم برضو فيهم مشاكل، مش مشكلتك برضو، مش مشكلتك، مش حتتك دي، برضو ربنا اللي قادر يهديهم ويعدلهم. لو اشتغلتي شغل كويس وناجحه فيه انتي، عشان انتي ناجحه، عشان انتي شخصيه تستاهل النجاح ده، عشان انتي في شغلك بتعملي اللي عليكي وبتعملي اللي ربنا يقدرك عليه، عشان بتعملي مجهود وبتعملي اكتر من مجهود. بنات النرجسيات عندهم حته البرفكشنزم، المثاليه، المحاوله للوصول للمثاليه في كل حاجه. ريحي، ريحي، اهدي، خدي نفس، خدي نفس، خدي نفس، لان الجري هيتعبك.
للجري وانك تفتكري ان انت هتوصلي للمثالية او للرضا التام، سواء من مامتك او سواء عشان اتعودتي تحاولي ترضيها، ما بترضاش انك ترضي مديرك ولا ترضي زمايلك ولا ترضي صحابك ولا ترضي جيرانك ولا ترضي جوزك ولا ترضي، محدش هيرضى غير باللي هو عايز يرضى بيه. فاعملي مجهود واسعي، بس بالراحة على نفسك، اهدي، خدي نفسك. مفيش كتالوج، مفيش حد بيقول لو وصلنا للمرحلة دي يبقى احنا وصلنا للمثالية، لان مفيش مثالية. الكمال لربنا بس، لله وحده فقط فقط. فاحنا كل جرينا ولهثنا ناحية المثالية ده متعب لينا احنا. فانا محتاجاكي تاخدي نفس. انا عارفة ان انتي تعبتي، وعارفة ان انتي لحد دلوقتي كبرتي وعديتي مرحلة المراهقة، مش قادرة تصدقي ان انتي مكتوب عليكي زي دي، ما ملهاش هدف غير ان هي تكسر فيكي او تحسسك ان انتي مش كاملة. او على فكرة في فرق بين المثالية والكمال. احنا ربنا خلقنا مكتملين، حياتنا برزقنا بجسمنا بطاقتنا بكل مكتملين على بعضينا كده. فاحنا مكتملين. فما تخليش حد يخليكي تصدقي ان انتي ناقصة حاجة عشان تبقي بني ادمة كويسة. انتي مش ناقصك اي حاجة. ما تحاوليش توصلي للمثالية. عايزاكي تعملي بوز كده. عارفة لما بنعمل يبقى الفيلم شغال ونروح عاملين بوز فجأة موقفينه؟ اعملي بوز لحظة، خدي نفس معايا دلوقتي. خدي نفس وطلعيه بالراحة. ادي الامان لجسمك حتى لو حسيتي انك عايزة تعيطي. غالبا في اللحظة دي لو انت تعبانة او مرهقة او في مرحلة من وقتك او من حياتك او من يومك انت هلكانة، الوقفة دي هتخليكي تحسي انك عيطي. ده جسمك بيطلع المشاعر المكبوتة اللي جواه، اللي متخزنة، اللي انت اديتيله فرصة يطلعها بانك بس وقفتي دقيقة عن كل اللي بتعمليه وتنفستي. عايزاكم تجربوا الموضوع ده يا جماعة، مهم جدا جدا جدا. انا امبارح كنت في سيشن مع دكتورة مخ واعصاب قوية جدا. كل السيشن ساعتين كاملين بتتكلم في أهمية التنفس لمخ الإنسان، لصحة مخ الإنسان ولصحة جسم الإنسان. احنا أبناء نرجسيين ما تعودناش نتنفس صح، من كتر ما احنا على طول في الفايت اور فلايت، اللي هو دايما احنا ماشيين على قشر بيض، خايفين نتكلم، خايفين نعلق، خايفين نتقهر، خايفين يتنمروا علينا، خايفين. الخوف ده بيعمل في الجسم اللي هو رد الفعل كأنك بتجري من حاجة مخوفاكي. المفروض رد الفعل ده الجسم بيستخدمه في اوقات يعني exception، ما يبقاش ده الطبيعي. الطبيعي انه يبقى هادي. الاكسبشن ده ان الجهاز العصبي ينبه الانسان ان في خطر، فالخطر ده يا هتتخانق معاه يا هتجري منه، يا هيحصل فريز والبني ادم مش هيتحرك وخلاص ويقابل قدره بقى زي ما هو. فانتوا متخيلين ان احنا بنبقى عايشين 24 ساعة في ال 24 ساعة في احساس الخطر ده. جسمنا طول الوقت حاسس بالخطر ده. الحاجة الوحيدة اللي بتنتربت او بتخترق او يعني بتعترض هذا الاحساس ان الواحد يقف وياخد نفس كبير من البطن، على فكرة مش من الصدر. يعني المفروض النفس يطلع من فوق، من تحت عند البطن اللي فوق، وبعدين يطلع بالراحة. ده الحاجة الوحيدة اللي بتدي اشارة للمخ ان احنا في امان وان مفيش حاجة برانا تخوف. اذا كان البني ادمين الطبيعيين المفروض يعملوا الموضوع ده ايراد، احنا المفروض نعمله 24 ايراد، لان احنا اكتر ناس عندنا مشكلة التنفس اللي هو لان احنا على طول يا بننهج قلبنا بيدق جامد، وده طبعا بيعمل لنا الامراض المناعية.
يا قلبنا بيدق جامد، يا خايفين، يا متوترين، يا متربصين، يا قلقانين، في السلم وفي الحرب على فكرة. يعني في السلم معاها اللي هو ما بتكلمناش، اللي هو الصمت العقابي، اللي هي ما بتتكلمش اصلا، احنا بنبقى خايفين اكتر من لما بتتكلم وبتتخانق وبتزعق وبتشقلب الدنيا. فعايزاكم تركزوا جدا في نفسكم، عايزاكم تركزوا جدا في الباز اللي بقولكم تعملوا عليه. فجأة اقفلوا 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 اللي بتعملوه، وقفوا ثانية واحدة وغمضوا عينيكم وخدوا نفس وكملوا تاني. بس حسوا بجسمكم. هنتكلم في الموضوع نحس بجسمنا ده الفيديو الجاي، عشان الفيديو ده طول شوية. اشوفكم المرة الجاية، مستنية تعليقاتكم، مستنية كالعادة كل مشاركتكم اللي بتفرحني، اللي بتخليني احس ان انا فعلا قادرة اقول اللي انتوا على الاقل مش قادرين تقولوه او مش عارفين تقولوه. ويا رب دايما يبقى ليا تأثير ايجابي في حياتكم. معاكم ماجي حرفوش لايف كوتش. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.